عليكم. إبراهيم دياز يرفض عرضا فلكيا من باريس سان جيرمان ويقرر البقاء مع فريق أحلامه، مع ريال مدريد، الفريق الذي يحبه ويعشقه من الصغر. اللاعب لم يتخلى عن ريال مدريد رغم الإغراءات المالية وكذلك العقد الضخم، إلا أن اللاعب لا يفضل غير ريال مدريد. اللاعب لا يريد أي فريق سوى ريال مدريد، رغم أن اللاعب لا يلعب بشكل رسمي، لا يلعب بشكل أساسي، يلعب جميع المباريات، تقريبا جميع المباريات من دكة البدلاء، إلا أن في المباريات التي يكون هناك مهاجم غائب أو لاعب وسط غائب فيقحمه المدرب بشكل أساسي، إلا أن ذلك ولن يغير رأي اللاعب، وهو البقاء في ريال مدريد من أجل تحقيق الألقاب والتاريخ وإلى غير ذلك. لأن أنت في ريال مدريد فأنت ستحقق جميع الألقاب، وستكتب التاريخ، ويحصل لك الشرف أنك تلعب في أعظم نادي في التاريخ. وبذلك إنريكي تبخرت كل الأحلام ديالو في استقدام إبراهيم دياز بمباركة أشرف حكيمي، الذي أيضا كان يطمح لقدوم إبراهيم دياز ليشكل ثنائية مغربية في باريس سان جيرمان. لكن إبراهيم دياز بعقل كبير ونضج كبير رفض هذا العرض قطعا بمساندة جميع الجماهير المغربية. نريدك في أي فريق آخر إلا باريس سان جيرمان، لا تذهب إلى هناك وتدفن الموهبة ديالك هذاك الدوري، لا يستحق أن يكون هناك إبراهيم دياز. وكذلك أشرف حكيمي المستوى اللي عنده والنيفو اللي عنده راه ما يستحقش يلعب في ذاك الفريق، هاوي في ذاك الفريق، لا ينافس على أي شيء في دوري، لا ينافس على شيء. كنا نريده في مانشستر سيتي، ليفربول، يونايتد، يعني في فرق كبيرة وعريقة ودوري قوي جدا، أو ريال مدريد. لماذا؟ لأن ريال مدريد تحتاج إلى أشرف حكيمي. رأيكم في التعليقات، هل إبراهيم دياز محق في هذه الخطوة أم كان عليه يغير الأجواء باش يلعب بشكل أساسي؟ من الأفضل، ريال أم باريس سان جيرمان؟ يعني دكة ريال مدريد أم رسمية في باريس سان جيرمان؟ أعطونا رأيكم في التعليقات. السلام عليكم.